بحال هذا الموقف هذا اللي طرا كذلك مع البنت ديال طنجة، بحال الضرب والعنف اللي ولينا كنشوفوا دابا في الشوارع شي حاجه اللي هي عاديه. الاخلاق والتربيه الصحيحه هو واحد جوج ديال الركائز اللي غادي يخليونا نبنيو واحد المجتمع اللي غادي يكون امن. فما يمكنش لاي مجتمع يحقق الاستقرار والازدهار بلا ما يكون مبني على هاد الاسس الاخلاقيه اللي كتكون قويه. فلهذا التربيه الصحيحه هي اللي كتغرس في النفوس ديالنا دوك القيم والمبادئ النبيله من الصغر. والتربيه الصحيحه هي ديك الركيزه الاساسيه اللي كتخلينا نبنيو داك المجتمع اللي كيكون امن ومتماسك. وهذا الشيء اللي وقع مع ديك البنت ديال طنجة فهو غير كيورينا باننا راه حنا عايشين في واحد المجتمع اللي هو متزعزع وغير امن، وبغى يقول لنا باننا راه حنا عايشين مع واحد الفئه اللي لا علاقه لها لا بالتربيه ولا بالاخلاق. وهذا الشيء راه حنا عايشين فيه من زمان غير ما مسلطينش عليه الضوء. حيت ملي لقاو وحده مسكينه خارجه مع داك الصباح خارجه بالضرب تماره وتخرج وتلقى في وجهها واحد الشفار اللي مسكينه يطير ليها الصاك ويطير ليها رزقها، فهذا كيدل باننا راه كاين معنا واحد الفئه اللي لا علاقه لها لا بالاخلاق ولا بالتربيه، وباننا راه حنا في واحد المجتمع اللي غير امن. زيد عليه الابتزاز الالكتروني اللي ما يقدر يديرو غير واحد الشخص اللي ما عنده لا علاقه حتى هو لا بالاخلاق ولا بالتربيه. وبلا ما تقولوا لي الفقر، ما نجيبوش سبتنا على الفقر، عشنا في الفقر ديال بصح. ولكن ملي كتلقى راسك في وسط واحد العائله اللي متبنيها واحد الام اللي كتكون عندها واحد الاخلاق والتربيه اللي هي حسنه وقويه، الام اللي هي اساس بناء المجتمع وهي اساس تكوين البشري يا في الصلاح ديالو او الفساد ديالو. حيت كيقول لك اذا صلحت الام صلح البيت وان كان الاب فرعون، وان فسدت الام فسد البيت وان كان الاب نبي. يعني الام هي اساس بناء المجتمع يا يكون صالح او فاسد. حيت التربيه كتبدا من الاول، كتكون تتبدا من عند الام، عاد كتمشي للمدرسه، عاد كتمشي للشارع. وما نجيبوش سبتنا على الفقر. انا كبرت في الفقر ديال بصح، ولكن لقيت واحد الام اللي مجرد شتيه الهضره اللي كتكون لا اخلاقيه، فهذه شي حاجه اللي هي غير مسموح بها. واحد الحاجه طرات معايا في الصغر اللي كانت تجبد لينا لودنين. كنت نلعبي مع البنات ديال الحي ديالنا، وواحد البنت كانت قالت لي واحد الكلمه اللي هي لا اخلاقيه. منين دخلت عند الام ديالي وانا نقول لها راه لطيفه قالت لي ها شنو قالت لي واشنو قالت لي، كنقسم بالله لا هذا دورته جبدته ليا قالت لي ما تعاوديهاش. قلت لها راه ماشي انا اللي قلتها، راه لطيفه اللي قالت لي كذا وكذا وكذا، وهي تعاود جبدوا ليا قالت لي ما تعاوديهاش، غير تعاوديها ما تعاوديها. فالاخلاق والتربيه ما عندهم حتى شي علاقه لا بالفقر ولا بالغنى. كنشوفوهم ناس اللي هما اغنياء ولكن ما عندهم حتى شي علاقه لا بالاخلاق ولا بالتربيه. وراه شفنا واحد المثال اللي هو بحال داك ولد الفشوش اللي هو اللي كان ضرب الصديق ديالو بالسياره وقتلو. هذاك فين ما كان تيدير شي كارثه الام ديالو كانت تمشي كتخرجو منها، بحال كتقول ليه برافو عليك استمر في هاد الكوارث اللي جالس كدير. حين تراه الاخلاق هي ديك بحال ديك البوصله اللي كتوجه السلوك ديالنا كيفاش يكون. حيت الاخلاق هي واحد المجموعه ديال القيم اللي كيزرعوها فينا الاباء ديالنا منذ الصغر، واللي كتحكم في السلوك ديالنا. يعني السلوك ديالنا كيكون متعلق بالاخلاق ديالنا. كيف ما فايت لي وذكرت بان الاخلاق هي عباره عن ديك البوصله اللي كتوجهنا نحو دوك التصرفات اللي كيكونوا صحاح، واللي كتخلينا نبتعدوا على الاشياء اللي غادي تضر المجتمع والاشخاص من حولنا. والشخص اللي كيكون متخلق باخلاق اللي هي حميده كيكونوا اشخاص اكثر تعاون وتضامنا مع الاخرين، وهذا اللي كيخلينا نبنيو مجتمعات اللي كتكون قويه وامنه. وكذلك الاخلاق اللي كتكون حميده فهي كتساعدنا حتى في اننا نتفاداو كثره الجرائم، وكذلك حتى العنف بحال السرقه اللي فايتو
وذكرت لكم، بحال الضرب والعنف اللي ولينا كنشوفوا دابا في الشوارع شي حاجه اللي هي عاديه، بحال هذا الموقف هذا اللي طرا كذلك مع البنت ديال طنجة، والابتزازات الالكترونيه والتخريب والتدمير وزيد. والاخلاق الحميده كتولد عندنا داك الحوار والتفاهم، كتخلينا نحلوا دوك الخلافات ديالنا مع الاخرين بواحد الطريقه اللي هي سليمه، كتخلينا اننا نتفاداو ديك شد ليا نقطع ليك او لا الخلاف كيسالي بشي حوايج اللي هما خطيرين. كيف ما كنشوفوا بعد كيكونوا بعد الخلافات اللي هما بساطين، ولكن الانسان الا ما كانش عنده واحد ديك التربيه والاخلاق الحسنه، فهو الا كانت عنده الاخلاق ديالته ما هياش، فهو كيحل ديما دوك الخلافات ديالو بواحد الطريقه اللي هي فيها العنف وفيها قله الحياء، واللي كتادي لواحد الحل اللي كيكون فيه يا السبيطار يا الحبس الله يستر يا مجموع ديال الحلول اللي هي خطيره. وهذا الشيء خاصنا نبقاو نشتغلوا عليه ونحاولوا نلقاو ليه واحد الحلول. اول حاجه بعدا خصنا نحدوا من دوك القنوات ديال الشوهه اللي ولاو واخدين واحد المرتبه عاليه على القنوات اللي كتعطي شي حاجه اللي هي مفيده. ثانيا خاصنا برامج ديال التوعيه لا للاطفال ولا حتى الكبار حول التربيه والاخلاق، والانشطه الترفيهيه حتى هي كتعزز دوك القيم الايجابيه، بحال مسابقات ومسرحيات، ونحاولوا نكثروا دور الشباب في المدن وفي الاحياء، نحاولوا يكونوا كتار. دور الشباب اللي كتخليك تفرغ فيها ديك الطاقه ديالك وكتعلم فيها شي حوايج اللي هما ايجابيين ومفيدين. وحتى كيف ما قلت لكم في القنوات عبر اليوتيوب، فما ولينا كنشوفوا الاطفال ركزوا ليهم غير على بحال ديك اللعبه ديال ماينكرافت، دوك الالعاب اللي ما عندهم حتى شي فائده، ولكن الطفل الخيال ديالو صافي كيمشي معاهم، والعقل ديالهم والتركيز ديالهم كيتاثر بداك الشيء، وما بقاش عندهم التركيز نهائيا مع الدراسه ديالهم. وانا كنلاحظها في بعض البيوت اللي كنلقى فيهم الاطفال ما الاباء ديالهم ما عندهمش مع هاد القنوات، ما تاحوش لهم فرصه بانهم يتفرجوا في هاد القنوات هذه. كتلقى دوك الاطفال تبارك الله ما شاء الله كيكونوا اكثر انتاجيه في الدراسه ديالهم. اما وهذوك القنوات راه ما عندهم حتى شي اهميه من غير تتويه الاطفال والمراهقين. فلهذا الا بغينا نكونوا في واحد المجتمع اللي كيكون صحيح وامن، فما علينا الا نهتموا بالتوعيه بالاخلاق والتربيه. السلام عليكم.